أهلا. كتير الوقت بيسرقنا وبنلاقي نفسنا قدام جبل مذاكرة والامتحان خلاص على الأبواب. التوتر بيزيد وكلنا بندور على طوق نجاة. الشرح ده متصمم عشان يكون خطة إنقاذ سريعة وعملية ننفذها فورا عشان نحقق أقصى استفادة من الوقت الباقي ونحول حالة الطوارئ دي لفرصة حقيقية للنجاح. طيب خلونا نتعمق في ده. ماذا لو بقي أسبوع واحد فقط على الامتحان؟ السؤال ده بيمثل كابوس لكتير من الطلبة. أسبوع واحد بس الضغط بيكون في السماء، والندم على الوقت اللي ضاع بيبدأ يسيطر، لكن الخوف مش هيحل المشكلة. احنا محتاجين ندخل فورا في وضع الطوارئ أو اللي بنسميه زنقة الامتحانات. مش عايزين قرارات عشوائية خالص، محتاجين بروتوكول إنقاذ استراتيجي يضمن استغلال كل دقيقة بذكاء ومن غير تضييع طاقة. وعشان نعمل ده، خطة الإنقاذ متقسمة ل6 خطوات واضحة: تغيير العقلية، التظبيط البيولوجي، حسن التركيز، قانون باريتو، التنفيذ التكتيكي، وأخيراً فترات الراحة. تفكيك جبل المذاكرة الفوضوي للخطوات ال6 دول بيقلل الحمل الذهني بشكل كبير جداً، وبيخلينا نحس إن الهدف فعلاً قابل للتحقيق. ندخل على أول نقطة، وهي تغيير العقلية. فكرة إننا نعتمد على إحساس الشغف أو التحفيز عشان نذاكر دي مجرد وهم كبير لازم نتخلص منه. دلوقتي المثير للاهتمام جدا في النقطة دي هو التناقض بين الخيال والواقع. استناء الإلهام دايما بيجيب تسويف، فجأة تلاقي ترتيب الأوضة وتنظيف المكتب بقى أهم حاجة في الدنيا. العقل دايما بيميل للراحة. السر الحقيقي هنا هو تبني عقلية المسؤولية بدلا من انتظار الشغف للبدء في المذاكرة. الناس اللي بتحقق نجاح بتشوف المذاكرة واجب ومسؤولية لازم تتعمل سواء المود حلو أو لأ. ده اللي بيحركنا ناخد خطوة فورية. وفي كمان حاجز نفسي مهم جدا لازم نعترف بيه. من واحنا أطفال اتعودنا إن المذاكرة معناها القعدة بالساعات على المكتب حتى لو مفيش إنتاجية، بس عشان نرضي الأهل ونتجنب المشاكل. التجربة دي عملت عندنا نوع من العقدة أو البلوك في الدماغ، بقينا نتظاهر بالمذاكرة بدل ما نذاكر بجد. المذاكرة الحقيقية عمرها ما كانت بتمثيل الانشغال. الإحساس بالقفلة ده مبرر، بس فهمنا لسببه بيساعدنا نفك العقدة دي ونركز على النتائج الفعلية. الركيزة التانية هي التظبيط البيولوجي. مستحيل أي خطط أو تكتيكات مذاكرة عبقرية تنجح لو حالة الجسم البيولوجية واقعة. الأساس الجسدي لازم يكون جاهز ويدعمنا. وعشان نظبط الجسم لازم نثبت موعد الاستيقاظ مبكراً لضبط الساعة البيولوجية وتنشيط العقل. الطريقة ممكن تبان غريبة شوية، نصحى بدري جداً حتى لو النوم كان قليل، ولو تعبنا في نص اليوم مسموح بقيلولة سريعة أقصاها 30 دقيقة بس عشان ما ندخلش في نوم عميق ونبوظ الدنيا. بالليل بقى الجسم هيكون مرهق وهينام بدري لوحده وبشكل طبيعي. وبما ان الامتحانات دايما الصبح لازم ندرب العقل انه يوصل لقمة نشاطه وتركيزه مع الفجر. ومن النوم للأكل. الأكل التقيل والنشويات زي المكرونة والحلويات بتعمل كارب كراش أو هبوط وكسل فظيع بيعدم التركيز بعد الأكل. القاعدة هنا نختار وجبات خفيفة ونتجنب النشويات التقيلة لتقليل الخمول بعد الأكل. الوجبات الخفيفة زي البروتينات والخضار والفاكهة بتحافظ على التركيز ومستوى الطاقة من غير ما ترفع سكر الدم بشكل مفاجئ وينزل تاني بسرعة. وكمان المنبهات زي القهوة لازم تقف تماما قبل النوم ب6 ساعات عشان نضمن نوم عميق ومريح. نيجي للركيزة الثالثة، بناء حسن التركيز. في فترة زنقة الامتحانات الوقت بيكون ضيق جدا، ولازم نقطع تماما أي مناسبات اجتماعية سواء على السوشيال ميديا أو في الحقيقة. يبقى النقطة الجوهرية هنا هي إن التليفون جهاز متصمم عشان يشتتنا مش عشان نركز بيه. فكرة إننا نذاكر من الموبايل دي خدعة بنضحك بيها على نفسنا. الإشعارات بتدمر التركيز وبنحتاج وقت طويل نرجعه تاني. الحل الوحيد هو إننا نقفل الهاتف تماماً ونحط التنبيهات بعيد لتجنب المشتتات أثناء التركيز، ويا ريت يتقفل عليه في أوضة تانية. الماتيريال والملازم الأفضل تطبع ونذاكرها من ورق ملموس، ده بيضمن انغماس كامل في المادة من غير مقاطعات. رابع خطوة معانا هي قانون باريتو. دي بقى الاستراتيجية الأقوى على الإطلاق لتقليل كمية المنهج المرعبة دي لنسبة نقدر نتعامل معاها. المبدأ ده بيقول إننا نستعين بقانون باريتو للتركيز على 20% من الأجزاء الهامة في أي مادة، لأن ال20% دي هي اللي بتجيب 80% من درجات الامتحان. كمية الوقت والمجهود اللي بتتوفر بالطريقة دي بجد مذهلة. طيب، إزاي نكتشف ال20% دي؟ السر هو إننا نستهدف الفهم العميق من خلال حل أسئلة الامتحانات السابقة. أولاً، الامتحانات القديمة بتكشف الأنماط والأجزاء الحيوية اللي مستحيل الامتحان يخرج براها. الركيزة الخامسة، التنفيذ التكتيكي. إزاي بقى نكسر المادة نفسها ونذاكرها فعلياً خطوة بخطوة على أرض الواقع وبأعلى فاعلية؟ التكتيكات دي بتعمل سحر حقيقي. أولاً، نقرأ أسئلة الدروس قبل البدء في المذاكرة لتعزيز الفهم والاستيعاب بشكل أسرع. دي خدعة نفسية ممتازة بتبرمج العقل يلقط المهم وهو بيقرأ.
ثانياً، تقسيم المادة الكبيرة إلى مهام صغيرة ليسهل إنجازها يومياً عشان المنهج ما يبقاش يخض وعبئه يكون أخف. ومهم جداً نطبق تقنية تقسيم المنهج لمهام صغيرة تبدأ بالأكثر صعوبة لضمان أعلى تركيز، لأن العقل بيكون في قمة طاقته في بداية اليوم. وطبعاً استخدام الورقة والقلم ورسم خرائط ذهنية بسيطة بيثبت المعلومة أضعاف القراءة العابرة. خلونا نتنقل للنقطة دي ونشوف إزاي ده بيكمل الصورة. فترات الراحة الحيوية. الراحة مش تضييع وقت أبداً، دي جزء إجباري من دورة المذاكرة عشان نضمن استمرارية النشاط. المذاكرة ل10 ساعات متواصلة مش شطارة، دي بتجيب احتراق ذهني ونسبة استيعاب شبه معدومة. العقل البشري محتاج وقت عشان يعالج المعلومات ويثبتها في الذاكرة طويلة المدى، عشان كده ضروري جدا نكافئ نفسنا بفترات راحة قصيرة لضمان استمرارية النشاط الذهني. فترات التركيز المكثف اللي بتتبعها راحة حقيقية هي دي اللي بتخزن المعلومات وتعمق الفهم بجد وتحافظ على طاقتنا للمسافات الطويلة. وفي نهاية الشرح ده، السؤال اللي بيطرح نفسه بقوة: هل الهدف قضاء ساعات أطول أمام الكتاب أم تحقيق فهم أعمق بذكاء؟ وأما إننا نبان مشغولين وبنذاكر عمال على بطال لساعات طويلة من غير تركيز ما بيجيبش أي نتيجة. الإنتاجية الحقيقية بتيجي من التخطيط والتركيز العميق وإدارة طاقة الجسم والوقت بذكاء. الأيام القليلة قبل الامتحان ممكن تكون كافية جدا لو تم استغلالها بالعقلية الصح والأدوات الاستراتيجية اللي اتكلمنا عليها. بالتوفيق للجميع. لما تدوس لايك النور بيعلى والدنيا بتقلب احتفال، ولما تشترك تبقى جزء من الرحلة الكبيرة دي.